نقدر نقول لك باللي راهم كاينين معانا في هذا العالم بلا ما تقول عليا بلي راني حمقى. سلام. الفيلم اللي غنهضروا عليه اليوم بعنوان أنيماليا، المخرجة الشابة صوفيا العلوي. خرج في 2023 وحاز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان ساندانس. صوفيا العلوي كتجرب في أنيماليا تمزج ما بين الخيال العلمي بالدراما الاجتماعية في واحد القصة اللي كتبدا بواقعية تامة قبل ما تنحرف فجأة نحو الغموض والسوريالية. الفيلم كيشبه الأعمال بحال أنهيليشن ولكن بلا عنصر الرعب، كيركز على تجربة شخصية وسط أحداث كونية غامضة. ولكن واش الفيلم قدر يربط ما بين هاد العنصرين بطريقة متماسكة؟ C'est normal, t'es fatigué. إيطو اللي كتلعب الدور ديالها أميمة بريد، مرأة حامل كتعيش في أسرة محافظة حتى كيوقع حدث خارق للطبيعة وكيهز الواقع اللي كتعرفه. في وسط الفوضى كتلقى راسها خاصة تعيد التفكير في كل شيء، علاقتها بعائلتها، بالإيمان وحتى بالإنسانية ككل. بزاف ديال اللحظات عندها طابع سوريالي مذهل، ولكن القصة ما كتلقاش توازن واضح ما بين الجانب النفسي والجانب الخيالي. الأحداث كتعطيك إحساس بأنها تجربة ماشي فيلم كامل النضج. الأفكار كتدار وكتختفي بلا تركيز كافي، بحال السيناريو مازال ما تحكمش مزيان في الاتجاه اللي بغى يمشي ليه. أميمة بريد كتهز الفيلم على كتافها، وأدائها كيعطي الشخصية ديالي طول العمق والقوة اللي محتاجها. هي الغريب وسط واحد العالم اللي كتشك فيه، وهادشي كيعطيها منظور مثير للاهتمام. ولكن المشكل باقي الشخصيات بحال الزوج والعائلة كيبانوا بلا روح، ما كتفهمش علاش هي أصلا بقات وسطهم، وحتى الحوار معهم كيبقى بارد. صوفيا العلوي كتخلق عالم سينمائي فيه بزاف ديال التفاصيل البصرية المثيرة، ولكن التوجه ديال الفيلم كيبقى غير واضح. اللقطات طبيعية ولكن بلمسة غرائبية، المؤثرات البصرية ماشي ضخمة ولكن فعالة، الجو العام كيعطي إحساس بعدم الاستقرار. ولكن الفيلم كيركز على الديكور أكثر من القصة، كتشوف مشاهد رائعة بصريا ولكن بلا مضمون كافي باش يلصق في الأذهان. التقييم ديال الفيلم 6/10. فكرة قوية وتنفيذ مشتت. أنيماليا فيلم كيجرب يدمج الخيال العلمي بالدراما الاجتماعية بجرأة، ولكن كيضيع ما بين المواضيع بلا ما يطور أي واحد منها بشكل واضح. واحد من الأفلام اللي كتحس بها تجربة سينمائية مثيرة ولكن كتخرج منها بلا إحساس بالإشباع. في نظركم الفيلم مجرد تمرين سينمائي
أو لا خطوة نحو سينما خيال علمي مغربية حقيقية. بحال ديما شاركونا في التعاليق وبارطاجيو الحلقة واللايك والسبسكرايب، ونتلاقاو في الفيلم الجاي.